السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. في حد في البث يا بنات؟ السلام عليكم. اهلا بك يا استاذة جنى، عاملة ايه؟ يلا عشان نبدأ يا بنات. اي حد عنده استفسار عن ماي واي، عنده تقييم لأدائي على اليوتيوب، اتفضل يشرفني هنا على البث. شوشو حبيبة قلبي، منورة الدنيا. بنورك بنورك يا ام جنى، عاملة ايه؟ حبيبتي يا شوق، عاملة ايه يا حبيبتي؟ بنورك. يلا عشان نبدأ يا بنات. انا طالعة النهاردة عشان تبقوا معايا. حمزة ازيك يا استاذة رانيا؟ ها، نبدأ يا بنات ولا لسه؟ في ناس كتير بتخش اهي. يا ريت كل اللي بيخش يعمل لايك، اوكي؟ هنجيب النضارة. استاذة نهى، فوني منور والله يا استاذة نهى. خالي السيد حبيبي، عامل ايه؟ بنورك يا نهى والله. عايزة اخد رأيكم في كام حاجة. دكتور محمد منورني. استاذ عبد المجيد فواز. بيرو فينك يا بنتي؟ ام هيمة منورة الدنيا والله. ها، نجمع يلا. ابو نور، ميرسي ربنا يخليك يا دكتور. ابو حمزة منور الدنيا. آية عروستنا عاملة ايه؟ طب الصوت واضح؟ إضاءة ما شاء الله عليها. بليز البنات اللي بيبعتولي على الخاص أخلص البث وأرد عليكم. ايه بس مزعلك يا أبو حمزة؟ رواني الخولي منوراني. ها، معانا أفكار جميلة النهاردة هطرحها عليكم النهاردة. معانا كتالوج يناير بالنسبة لماي واي. فيه عروض جميلة. مش ايلين ايه؟ ايلين حسنين، منوراني يا استاذة ايلين. مش هبتدي شرح غير لما كل البنات تجمع. ماما منوراني. طيب ماشي يا عمور. استاذ محمد النجار. طب اوكي.
في ناس جديدة بتخش. طبعا. ثواني بس اضيف الناس الجديدة اللي بتخش دي، عشان انا اول مرة انا بشوف ناس كتير ما شاء الله. محمد النجار. اه. ازيك يا محمد؟ ميرسي والله يا ابو نور، مش عارفة اقول لك ايه. من الناس العزاز والله يا ابو نور. احمد الخولي. جيران الهنا. استاذتي استاذة حميدة. منورة الدنيا. منورة الدنيا. اللايف منور بوجود حضرتك والله يا استاذة حميدة. هيا يا شوشو. هم. عملتي الكفتة؟ استاذنا المحترم. استاذنا المحترم استاذ ناصر، عامل ايه؟ اي يا عم نور، فينك؟ ده انت اول الناس المنتظرين. ابن خالتي الغالي، عامل ايه؟ الصوت ضعف. طيب نعمل ايه طيب للصوت اللي ضعف ده؟ ايه الحل يا هندسة استاذ عمرو؟ عمورة. احلى ماي واي، ميرسي ميرسي استاذ سعيد عطية. طيب. انا طالعة النهاردة عشان نناقش مع بعض كذا فكرة بتدور في دماغي. قلت نفكر بصوت عالي. انا بشكر الاول كل الناس اللي ساعدوني اني اخد الخطوة الجريئة ديت واعمل قناة. بالنسبة لبلدنا هنا دي حاجة خارج عن الطبيعة، بس انا قررت يعني بعد تفكير كبير ان اخد الخطوة دي. ولقيت دعم كامل من اهل بلد الكرام، ميرسي ليهم كلهم. استاذ جمال عباس جاي متأخر، اذا كنتش ابن خالي يعني. بنورك. انا طالعة بدري 10 دقايق عشان احاول اجمعكم، عشان هي كل الحكاية ساعة مش هنلحق نتكلم في كل الافكار اللي بتدور في دماغي. الافكار اللي بتدور في دماغي عايزة لها يوم كامل. ها الصوت واضح كده يا عمرو؟ تمام يا حبيبي. بنورك والله يا استاذ احمد الخولي. ميرسي، وصفاتك لفك المجمدات جميلة، انت الاجمل طبعا. ها جربتها طيب؟ جربتوها طيب؟ بلاش جمع، انا مش فاهمة بلاش جمع دي، الواحد هنا في جمع لوحده. مم. مش فاهمة تقصد ايه. حبيبي يا عمورة. استأذنك بس تخلي ماما تشوف اللايف يا عمرو، استأذنك بس. بليز الناس اللي بتبعت لي على الخاص، حاضر حالا هرد عليكم بس بعد اللايف. ست البنات وست الناس والله يا شوشة. تسلميلي يا استاذة حميدة، تسلميلي تسلميلي يا حبيبتي، حضرتك اللي قمر. طب قبل ما ابدا اصدعكم، حد عنده حاجة بالنسبة للوصفات، بالنسبة للطبخ، بالنسبة للميوي يسأل فيها؟
هاند فري. ليه صوتي مش واضح؟ لو الصوت مش واضح بلغوني. الله يعينك. الله يعينك يا استاذ جمال عباس، الله يعينك. ما تنسناش بس في اللايك والسبسكرايب اللي على اليوتيوب. طيب ايه تقييمها طيب؟ يا عمورة. نستنى شوية كمان. الشبكة وحشة على الكل والله يا استاذ محمد. مبدئيا كل الناس اللي شايفاني كده الصوت واضح. تمام تمام يا شوشو. ناخد رأي حضراتكم بقى في الخطوة الإيجابية في نظري والسلبية في نظر معظم الناس. خطوة قناة اليوتيوب خطوة جريئة أنا عارفة، بحكم إن إحنا في بيئة ريفية وعندنا النت عيب. تمام يا أستاذ محمد. تمام يا نور. ميرسي يا أستاذ ناصر، ميرسي ربنا يخليك. ميرسي ربنا يخليك. سؤالي للأستاذ ناصر بحكم عقليته الإلكترونية الفذة. تقييمك لقناتنا بليز يا باشمهندس. طيب في ناس خرجت من اللايف بس تمام العدد الموجود تمام. طيب طبعا انا بطلب من كل اللي شايفيني دلوقتي جارية كده على اليوتيوب، في السيرش نكتب يوميات لارين، هظهر لكم كده في وشكم على طول. حد جديد دخل بليز يعني. ميرسي يا استاذة ام جنى. استاذة عزة حبيبتي. طب ايه رأيك طيب؟ في ناس جديدة بتخش، انا كل ما ابتدي اجمع شوية افكار واحكيها. طبعا انا برتجل، انا معيش ورق، انا ما معيش غير الكتالوج ده. تمام. مصطفى عبده الايه؟ يا نهار. يا نهار كامل فرع في حاله عندنا، يا نهار تليفوني منور يا استاذ مصطفى. ربنا يكرمك يا استاذ ناصر، ربنا يكرمك يا رب. الله ينور عليك طبعا تلامذك. منورني يا استاذ مصطفى، يلي على طول ببعتلك عن مشاكل الابليكيشن بتنفض لي. انت ما بتشوفش الاعضاء بيعملوا فينا ايه؟ دكتورة ازهار منورة الدنيا والله، البث منور بوجودك يا حبيبتي. عندي رسالة ايه يا عمورة؟
عم سعيد الغالي، النور نورك والله. تسلم لي يا رب، ما تحرمش من ذوقك. استاذ فاروق محمد، استاذ احمد النجار. هم. اللايف بيزيد، في ناس جديدة داخلة. يا ريت. عمورة حبيبي، ميرسي، سلام لقلبك يا عمور. بليز. الجماعة اللي داخلين جداد أول مرة يشوفوني، أنا صاحبة قناة يوميات لارين. ميرسي يا نور، ربنا يخليك. ميرسي يا نور، ميرسي يا نور. هي الفكرة كبنت إنها يعني بص، أنا هقول لك يا نور، هي الفكرة مش وحشة. يعني أنا عندي نت من 2008، تمام. بحكم مش هقول لك أخويا بيسافر، هو أنا بحب كده أي حاجة جديدة أقتنيها، تمام معايا. بس الخطوة اللي أنا خدتها ديت بالنسبة لأي بنت خطوة جريئة شوية، أنا ما انكرش إنها خطوة جريئة شوية. مش غريبة عنك جريء طبعا. في ناس جديدة، اللايف بيزيد ما شاء الله. أنا بشكركم كلكم والله بجد، ما عارفة أقول لكم إيه. بس بليز الناس اللي لسه داخلة جديد، أم فريالوز حبيبتي عاملة إيه؟ حبيبتي منورة الدنيا. أستاذة صفاء منورة الدنيا. يا استاذ محمد، انا فاهمه انه مش عيب والله، بس انا بقول ان انا خدت خطوه جريئه. يعني بالنسبه لاي بنت في ارياف، لو مشيت في ايدها فون في ايديها كده بيبقى عيب. احنا عندنا الكلام ده عيب. استاذه رحيق الجنه، استاذه دعاء، طب يلا على اللايف يا دعاء. شايفه مسجاتك والله، بس مش هقدر ارد عليكي، يلا على اللايف. استاذه صفاء. يا جماعه انا والله هرد والله. ميرسي. ميرسي والله. طيب تعالي على اللايف طيب عشان اقدر ارد عليك. طب اعمل ايه؟ الجودة مش حلوة، اعمل ايه؟ نورت الدنيا، نورت الدنيا يا دعاء. فين ماما انشراح طيب؟ بنورك يا حبيبتي والله. منورة والله يا دعاء. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي والله. نبتدي. طيب، للمرة الألف بطلب من كل الموجودين على اللايف هنا يا بنات ويا كل حبايبنا، نخش على اليوتيوب نعمل سيرش عن يوميات لارين. وبليز يعني عايزة لايك وسبسكرايب وسيب لي كومنت. نبدأ اوكي. طيب هبتدي. حاضر حاضر يا شو. آه دلوقتي احنا معانا هنتكلم نقطة نقطة. مش هعرف ارد يا عمرو. احنا معانا كتالوج يناير اهو.
اي بنوتة او اي ست بيت، اي بنوتة او اي ست بيت نفسها تعمل لنفسها دخل صغير بقى كبير، هو كده كده الايام بتعدي. فالايام تعدي عليكي وانت عامله لنفسك كيان ومحققه ذاتك، ولا كده كده هتعدي وانت محلك سر. مبدئيا ماي واي شغلها بدون رأس مال، اتفقنا؟ طيب اعمل ايه يا عموره؟ طب انا بشوف رسالك بس مش هقدر ارد عليك. طب ليه؟ ليه يا استاذه دعاء؟ ميرسي ميرسي، قلوب قلوب قلوب، ميرسي. بصي يا استاذه دعاء، انا هبعت لك لينك هيفتح معاكي اليوتيوب دايركت، تمام؟ استاذه غاده. هم. منوره يا ام كرمه. حبيبي وابن حبيبي، ماشي ماشي. انا كل ما اقول التوبه يا بوي ارجع في كلامي تاني. يا جماعه عايزه ابدا. اللايف بيزيد ببطء. كل ما اقول ابدا حد جديد يخش. طيب اللايف كويس؟ في حد عنده مشاكل في الصوت او الصوره؟ لايف متاخر. نرجع تاني. بس هس خراسي خالص. ميرسي يا خالي رزق النجار. ميرسي. لسه فاكر تخش؟ يا حاجة مروة ماشي. يا رب كلنا نحج ونزور النبي يا رب. بصي يا أستاذة دعاء، أنا هبعتلك لينك على الخاص، أوكي؟ هتدوسي على اللينك ده هيفتح معاكي اليوتيوب دايركت من غير ما يحتاج منك إيه، باسورد أو إيميل أو جيميل أو الحكاية دي، تمام؟ الحكاية دي بتقابل معظم الناس. إن شاء الله أنا قدرت أوصل لحل ليها، وهتابع معاكي خطوة بخطوة لغاية ما توصلي لي إن شاء الله. خالي رزق يا ريت يخش يعمل لي اشتراك على القناة، وما يكسلش ما يكسلش ويفعل الجرس ويعمل لايك وكومنت. امم ها يا غادة، الصوت واضح؟ الصورة واضحة؟ في مشاكل؟ احنا قضينا اللايف كله الصوت واضح، الصورة واضحة. استاذة وفاء الخولي، ميرسي، ربنا يخليك يا حبيبتي. طيب ماشي يا نور. ماشي يا عمور، الصوت واضح يا حبيبتي، ماشي. انت اللي عسل والله يا محمد. تسلمي لي، انت اللي قلبي والله. بنورك يا حبيبتي. عايزاكي تحضرينا يا استاذة وفاء. هو انا مش هرخم عليكم اكتر من كده يعني. هي كل الحكاية ساعة الا ربع، نص ساعة بالكتير، وهسيب كل واحد يروح لحال سبيله. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي. ماشي يا عمورة. طيب بالنسبة للناس اللي ميرسي ميرسي ميرسي، قلوب قلوب قلوب. بالنسبة للناس بقى اللي ايه عايزة تعمل لنفسها كيان وتعمل وتحقق ذاتها نسبيا يعني، تمام؟ ماي واي شغل بدون رأس مال، تمام؟ انت بتبتدي تعملي ان انا اول ما ابتديت كنت حابه اجيب حاجتي الشخصيه طبعا. انتوا عارفين ماي شيف من ماي واي، لا يعلى عليها وصفاتها بصراحه. خلطات
الهمبرجر، خلطة الكفتة، الفيجيتار بتاعها، كل ما يشف فيها تحفة. ممبار، ممبار. ماشي يا غادة، ماشي. ماشي. لا انا عايزة تقييمكم عن ادائي في الاكل. ماشي. ومحدش يقول لي بدي دوق. عشان دي كلمة الاستاذ ناصر. محدش يقول لي بدي دوق. انت بدكم تشوفوا بس، وانا محتاجة تقييمكم عن ادائي. تمام. والوصفات هسيبها في الديسكريبشن تحت، بس في اليوتيوب. اول ما بدأت شغل في ماي واي انا كنت عايزة اجيب حاجتي بس. الحمد لله، ميزة فيا ومش هقول عيب، هو عيب في كل الناس بس ميزة فيا. دخول رايق عشان اخسرنا بتتضايق. ماشي يا دودو. عم نهاري حبيب قلبي منور الدنيا. حاضر والله، كل ما ابتدي ابدا يا استاذه وفاء. ميرسي يا استاذ ابراهيم. كل ما ابتدي ابدا اللايف يزيد، فاضطر اسكت عشان اقول من الاول، عشان الناس اللي ما سمعتنيش تسمعني من الاول. هبدا. انا بطبعي مش كسوله بس هاديه. محدش يضحك على كلمه هاديه. هاديه في ان انا ما بحبش اخرج. حلو. حلو كده. فكنت بدل ما بحتاج ان انا انزل المركز او انزل اروح مكان يستدعي مني مجهود ومشواره وكده، كلمت ماي واي عشان اعمل عضوية واطلب حاجتي الشخصية بس. دي بدايتي مع ماي واي. اطلب حاجتي الشخصية تجيني بدل بدون وسيط وبدل ما اروح واجي. تمام. تمام. اول ما فعلت العضويه وعملت طلبيه صغيره وابتديت استلم النسخه اللي انتوا شايفينها دي، كل شهر بينزل لكل عضوه نسخه زي دي. الليدر بتاعتي كلمتني وفهمتني ان الشغل في ماي واي مش بيع وشراء بس. مش بيع وشراء بس، احنا مش بنسوق بس. ده في اكتر من مجال في ماي واي. ام هشام حبيبتي، طنط انشراح منوره الدنيا، انت عندك نص ساعه تاخير. ومها لسه فاكره تدخلي يا مها. طيب. تسلمي لي حبيبتي، الدنيا منوره بيكي والله يا طنط انشراح. ماشي يا بنات. هو ابتديت بقى ان انا عايزه اجيب حاجتي الشخصيه، واتضح لي الامر ان ماي واي تقدر تفتح بيوت، وبجد فاتحه بيوت كتيره. وانا على الحمد لله وصلت الليفل كويس فيها. بناتي نوروا لي. بنات ماي واي منورين اللايف. اميره حبيبتي، امنه فين؟ اميره ودعاء. استاذه جواهر السهرجتي منوره الدنيا. فعلا والله يا استاذ ناصر اتعلمت الهدوء، بقيت بص من كتر الهدوء ناس بتشتكي مني. نرجع بقى ونقول الكلام بيروح مني، حد يفكرني انا كنت بقول ايه. اعلي الصوت شويه. اللايف الجاي ان شاء الله هيبقى على اليوتيوب، وهيبقى معايا الهاند فري، وان شاء الله الصوت هيبقى اوضح من كده. اتضح لي بقى ان ماي واي فاتحه بيوت كتير، وان انا مع ان وصلت لمستوى كويس فيها، لا في اكتر واكتر، وبكل ما بتكرار الشغل فيها وبتكرار بتكرار الممارسة بنفهم اكتر. حبيب قلبي يا محمد، حبيب قلبي. تمام. ابتدت بقى دماغي تفهم الشغل صح. بعد ما كنت بشتري الحاجة عشان خاطر اسوقها وابيعها واكسب فيها، هي الشركة دايركت بتديني 25% خصم. مش 25% بس، لا، ده انا اول ما بعمل عضوية باخد هدية العضو الجديد. تمام. وبعد ما اخد هدية العضو الجديد على عدد النقاط مثلا بيبقى نازل زي كده. انا هبتدي اوضح لكم فكرة التنشيط. بيبقى نازل على اجمالي عدد النقاط،
كل مثلا 200 نقطة لهم تنشيط. انا مثلا عملت 1000 نقطة زي كده. طبعا الكلام بالمقلوب. هو مكتوب ايه؟ اشتري طلبية ب200 نقطة على فاتورة واحدة، واحصل على كيس بسبوسة وجيركن منظف وملمع السيراميك مجانا. ده اول اوبشن. تمام. تاني اوبشن بقى في نفس ذات الاوردر، تمام، اللي انت بتطلبيه. طبعا انت مجربه الحكايه دي يا طنط انشراح، ها، مظبطاك انا. بس انت بقالك فتره ما عرفتيش تسوقي بحكم كورونا ومش كورونا. حاولي تخلصي المنتجات اللي عندك عشان نازل عروض هايله على 900 نقطه، اجهزه روعه. لسه احنا كقاده ما اعلناش عنها، لسه ما يأذنوا لنا هنعلن عنها. تمام حبيبتي. احنا زي ما وضحت لكم كده بننزل على ال 200 نقطة، كل 200 نقطة بننزل عليهم الهديتين دول لو في قلب الكتالوج يتعدوا ال 50 جنيه. ماشي. انا عملت، تسلمي ان شاء الله ربنا يصلح الحال. والله انت اللي محترمة وجدعة يا دعاء، منوراني. ماشي يا بنات. بنبتدي بقى ايه؟ انا اهو عملت طلبية وطلبت منتجات ناس طالبينها مني. تمام. المنتجات دي اجمالي النقاط بتاعتها ثواني، اجمالي النقاط بتاعتها 1000 جنيه، 1000 نقطة. ال1000 نقطة فيها 5 ميتينات. ال5 ميتينات دول كل 200 نقطة نازل عليها منتجين هدية. يعني احنا معانا 10 منتجات من الشركة هدية مجانية، نقدر ننتفع بيهم هم ورأس مالهم. يعني الشركة ورأس مالها، المنتجات جاية من الشركة هي ورأس مالها لينا. تمام. ابتديت بقى اخد النسخة دي، منوراني يا حميدة، واوزعها بين نطاق دايرة معرفي، دايرة معرفتي، يعني معارفي بس. تمام. بقى كل مثلا اخواتي مثلا، غادة عايزة ده تكتب عليه غادة، حسناء عايزة ده تكتب عليه حسناء، هبة عايزة اي منتج تكتب عليه اسمها وعايزة منه كام قطعة. والحمد لله قدرت انجح في التسويق نسبيا. تمام. وانتقلت لمرحلة تانية، والمرحلة دي ليه الفيديو بيقف؟ طيب طمنوني يا بنات، الفيديو كويس شغال كويس؟ اللايف كويس؟ حد يرد. بنورك يا استاذ عصام، بنورك والله، يا رب تكون بخير. تعليقات واقفة يبقى في مشكلة. طب حد طمني اللايف شغال كويس؟ اللايف وقف. حد يطمني اللايف شغال؟ طيب ماشي يا حبيبتي، خليكي انت بس كده اللي ايه اللي متابعاني. حبيبة قلبي يا شوشو. استاذ عصام نور الدنيا. خلاص كده جينا لأهم نقطة. ماشي يا حبيبتي هكمل. جينا لأهم نقطة بقى في الشغل بتاع ماي واي، ان هي بتخلي كل عضو فيها من حقه يعمل مجموعة خاصة بيه. تمام. انا مثلا كمروة اهو، تمام، اشتغلت في ماي واي وتجاوزت الحمد لله مرحلة. نور حبيبتي منورة الدنيا. دودي حبيبتي ربنا يخليكي ليا. تجاوزت مرحلة التسويق ودخلت بقى على الليفل التاني اللي هو ازاي اكون مجموعة. طبعا الامر ده صعب جدا على كل بنات ماي واي، كل قادات ماي واي. الصعب ده صعب جدا جدا انها تكون مجموعة. تمام. بس مش صعب معايا ان شاء الله.
ماشي يا ام هشام، ماشي يا حبيبتي. باخدك كده الاول، بعد ما افهمك الشغل، اول حاجه اعلمك تعملي استماره الكترونيه، تمام؟ اعلمك ازاي تنشري اونلاين، ازاي تسوقي اونلاين، تمام؟ وبعد كده اخدك على اهم حاجه بقى، انك تكوني مجموعه، تبتدي بقى انتي. انا كست عندي سوبر ماركت، انا الحمد لله بسوق حاجتي من غير مجهود. انا بعرض الحاجه في السوبر ماركت، عندي عامله بند، عامله ركن كده، وفرشاه كم مفرش كويس، ورصه برصه كويسه تجذب عين اللي يخش. وطبعا معظم الناس اللي بتخش تشتري، ايه ده عندك كذا، ايه ده عندك كذا. ومن هنا بدات انشط شغلي. من ناحيه بقى، اكون مجموعه. بقيت البنت اللي بتيجي تسالني عن شغل ماي واي، انا عايزه كذا وعايزه كذا وعايزه كذا، اقول لها طب ايه رايك ما تيجي تعملي عضويه، والحاجه هتجيلك لغايه البيت. واشرح لها، ابتدي اشرح لها الحاجه بتجيلك بخصم، الحاجه بتجيلك عليها هدايا كتير، انت تقدري تحققي. طبعا البرنامج اللي نازل الشهر ده، بوتاجاز 3 شعلة، ده سعره يتعدى ال 700 800 جنيه، انت بتاخديه هديه فوق شغلك لو حققتي 3 خطوات. الخطوة الأولى بتاخدي برضو عليها هدية، بتبقى على 550 نقطة، والخطوة التانية على 700 نقطة، والخطوة التالتة على 1050 نقطة. ودي حاجة سهلة جدا، والنقطة عندنا سعرها مش غالي، فتقدري تحققيه بسهولة جدا. وفي نفس الوقت انت مكافئتك بتزيد، وتاخدي عليها هدايا، وبتاخدي الهدية القيمة اللي ايه ماي واي منزلاها، تمام؟ عشان بقى اكون مجموعه، تيجي البنت مثلا او اي حد، بنت ست، احنا في الشغل كلنا ما نتعداش حدود الشغل، كست او كراجل بنتعامل في حدود الشغل بس، كست او كراجل، تمام؟ لو حتى انا كليدر بنت وفي حد عايز يشتغل في ماي واي راجل، انا ما بقفلش بابي في وش حد، ما بقفلش بابي في وش حد. اي حد عايز يشتغل في ماي واي في حدود الشغل، بديله تمامه ويبتدي يشتغل، وبضيفه في جروب الشركه المباشر، ومن هنا نبتدي الشغل. بتيجي البنت تقول لي مثلا ايه، انا عايزه كذا، وعايزه مثلا شامبو ناتشرز، عايزه بارفين، عايزه اي حاجه من دي. ببتدي اقترح عليها، طب اقول لك تعالي اعملي عضويه، وبدل ما بتجيلي من مشوار بعيد، او بدل ما بشحن لك الحاجه، اعملي عضويه وروحي جيبيها بنفسك، واستفادي انت بنفسك بالخصومات اللي الشركه بتنزلها. فتقوم مثلا هي لو جايه تشتري مني ب100 جنيه، لو عملت اوردر هتشتري ب200 جنيه، لان ماي واي بتنزل خصومات هايله. خصومات ماي واي فظيعه جدا، بتجذب اي حد يشتغل. مخليه لك حاضر مخليه لك، ما تقلقيش، بتجذب اي حد يشتغل معاها، تمام؟ يبقى ايه، انا هستفاد ايه لما هي تعمل عضويه في الشركه؟ انا الاول لازم اخدها احطها تحت كودي الشخصي، تمام؟ ومن خلال انا بقى، انا هدربك، وهضيع وقتي معاكي، وهضيع رصيدي معاكي، وهنزل لك تنشيطات كلها من مكافئتي، مقابل ما انا هضيع وقتي معاكي وهعمل لك كل الحاجات الحلوه دي. نقاطك كلها هتتحسب لي. يعني مثلا انا كمروه، تحت مني 10 بنات مثلا، او تحت كودي انا ضايفه 10 بنات، تمام؟ انا مروه عملت 50 نقطه، تمام؟ والبنات اللي تحتي ال10 بنات عملوا كل واحده 100 نقطه، تمام؟ يبقى نضرب ال100 نقطه في عدد البنات اللي هم 10 ب1000 نقطه، وانا عامله 50 نقطه بس. نغريهم يعني؟ لا، حاجات واقعيه يا دعاء، وانت شفتيها بنفسك. ماما لما كانت بتنزل فرع الاسماعيليه، بيساليها انا كنت بعمل معاها ايه، مع اني شوفي بيني وبينها يجي 300 كيلو. تسلمي لي يا شو، يسلم لي قلبك الابيض، تسلمي لي، تمام؟ احنا بقى ال10 بنات دول عملوا كل واحده 100 نقطه، وانا عملت 50 نقطه بس، يبقى مجموع حاصل نقاطي انا كام؟ 1050 نقطه. يبقى انا هاخد مكافاه على 1050 نقطه، مش على 50 نقطه بس. فهمنا النقطه دي؟ طيب، احنا هون مثلا اقنعنا 5 بنات او و10 بنات، وبدأنا نضمهم تحت كودنا الشخصي.
الانتفاع اللي هننتفع منهم ان احنا كل الشغل اللي هم بيشتغلوه بيتحسب لنا. تمام، بيتحسب لنا نقاط، والشركة اللي بتكافئنا عليه. البنات مالهاش علاقة خالص بأي حاجة. ده بل بالعكس، يعني انا لو مستواي ضعيف وهم مستواهم عالي اعلى مني، هم ممكن ياكلوني انا. تمام. وانا يا ريت يبقى في منافسه. طب يا ريت الاقي بنات كده شاطره، والاقي بنات. والله انا معايا كذا بنت رجاله معايا بتاع، مش هقول عدد، هم مش كتير، بس كفاءه ورجاله. وانا راضيه انكم تاكلوني. انتوا لما لاقوكم بتاكلوني انا هاكل اللي فوقيه. فهمتوا؟ هي دايره، هي شجره. تمام. بنكمل بعضينا. انت لو كلت فيا انا وحبيتي تاخدي من مكافئتي، طبعا مكافئتي بتتصرف لك. امنه اشرف لسه فاكره؟ على طول متاخره كده اهو. عماله اقول بنات ماي واي رجاله ومجموعتي رجاله، والرجاله شكلهم كانوا قاعدين على القهوه ولا ايه؟ انتوا ما عندكوش حظر. حبيبه قلبي يا دودو. منور والله، عشان خاطرك اي حد من طرفك. ايوه يا اختي، لم اصحابك وتعالي. حبيبتي يا دودو، حبيبتي يا دودو. نكمل. انا بقى لما بيبقى تحت مني حد، على قد ما بيديني نقاط هو بياخد برضو مكافأة مني، وانا باخد من اللي فوقيه، واللي فوقيه بياخد من اللي فوقيه. تمام. تبتدي المنافسة بقى. تبتدي المنافسة. وكل نقاطك ما بتزيد، كل مكافئتك الشهرية ما بتزيد، وهو ده الدخل الثابت اللي بنحكي عنه. تمام. لغاية كده انا. طب اعمل ايه؟ ما انت اللي متأخرة. ما تبعتيش على الخاص. تسلميلي يا حبيبتي، تسلميلي. تسلميلي. طب حد عنده؟ هو فين بس؟ انت ليكي مكافآت متأخرة يا امنة ما صرفتيهاش. والمكافآت بتبتدي تتصرف من يوم 23 لغاية اخر الشهر. انت بتاخدي بقى اجازة من الفرع من يوم 23 لغاية اخر الشهر. انزلي يا بنتي خدي فلوسك يا بنتي. احلى مشروع في الدنيا عشان انت فيه يا امنة. حبيبتي يا امنة، حبيبتي. تسلم لي يا مستر، تسلم لي، ربنا يخليك يا مستر احمد، منور الدنيا. بليز يا مستر، يعني تدعمنا، ده احنا بلديات. ادعمنا باشتراك على قناة اليوتيوب، اكتب يوميات لارين في السيرش، هتلاقيني في وشك كده. اعمل لي لايك، اعمل لي لايك، واعمل لي اشتراك، وسيب لي كومنت حلو. تسلمي لي يا دعاء. هيا امنه، انت عملتي اشتراك على القناه ولا لا؟ طيب. حد عنده اي سؤال من ناحيه ماي واي؟ طيب. عشان احنا اول مره نطلع لايف، دي اول تجربه لللايف والله بجد معاكم. زي ما قلت لكم، ماي واي كلها ربح، ماي واي كلها مكسب، بس للي يجربه، واللي عايز يوصل بيوصل. اللي عايز يوصل بجد بيوصل. طيب، تقييما للبث كده، عايزين ناخد رأيكم في. انت جاية بعد ايه يا امنة؟ طب يلا جيب اصحابك يلا، واي سؤال انا منتظرة ان. تعالي على اللايف. مش هقول اسمك، تعالي على اللايف. اللي بتبعت لي على الخاص تيجي على اللايف هنا، ولو في سؤال تسأله وانا هرد عليه.
ويا ريت يا بنات بليز يعني دعم لقناتي على اليوتيوب. ان شاء الله يا حبيبتي تنزلي الفرع وتصرفي المكافأة المتأخرة ليكي. تمام. انا مش هرد عليكي على الخاص، مش هقدر، مش هعرف. انا حاسه ان لو رديت عليكي هطلع من اللايف، وانا مش عايزه اسيب البنات الحلوه دي غير لما اطمن ان كل حاجه او كل معلومه انا شرحتها وصلت لكم. ابو رؤى منور الدنيا. تسلمي لي يا امنه، تسلمي لي ويسلم لي ذوقك يا حبيبتي. ابو رؤى منور الدنيا. طيب يا امنه، بالنسبه لاميره وبالنسبه للبنات اللي انت بعتي لهم تاج في الكومنتات، حد عنده سؤال من ناحيه ماي واي قبل ما ننقل على تقييم قناه لارين، يوميات لارين؟ تسلمي لي يا ام هشام، يسلم لي قلبك الطيب. فاطمه الزهراء منوره الدنيا، منوره الدنيا يا دعاء. عموره رحت فين؟ تسلمي لي يا دعاء، تسلمي لي. طيب ماشي. طيب لو النت كويس عندك وفي عندك اي سؤال او اي استفسار انا معاكي، اقدر ارد عليكي. وهعمل اللايف ده على القناة. بالمناسبة احب يعني افرحكم وافرح معاكم. انا حققت الخطوة الاولى من شرط تحقيق مراجعة اليوتيوب. هو الشرط صعب جدا. الشرط معمول على ايه؟ استاذ اسامة منور الدنيا، ده انا تليفوني بيغني. استاذ اسامة منور الدنيا. انا حققت الخطوة الاولى من شرط تفعيل قناة يوميات لارين او قناة اليوتيوب. حققت بدعمكم وبفضل ربنا وبفضل وقفتكم جنبي. حققت 1300 مشترك. بس باقي بقى، باقي لي 4000 ساعة. 4000 ساعة دي يعني عايزة 4000 موبايل، كل موبايل فيهم يشوف فيديوهاتي لمدة ساعة عشان قناتي تتفعل، ودي عشان احققها عايزة سنة على الأقل. تسلمي لي يا حبيبتي. طيب ماشي. طيب أميرة فينها؟ هي أمنة أميرة فينها؟ أنا بعتذر عن الإضاءة بجد، بس أدي الله وادي حكمته. الجود من الموجود، عندنا بالفلاحي بنقول كده. تسلمي لي، تسلمي لي يا حبيبتي. طيب يا تمام، تمام تمام. يا محمد ومالك، هيومة عاملة ايه؟ لو سمعاني اديني اي اشارة. طيب هيومة عاملة ايه؟ طيب الموجودين على اللايف عدد مش كبير، تمام، بس منورني والله وانا سعيدة جدا بلقائكم. مساء النور عليك يا ام وسام. مساء النور عليك يا حبيبتي. بالنسبة للناس اللي لسه داخلة جديدة يا ام وسام، احنا عاملين لايف عن، ماشي يا حبيبتي، منوراني والله، منوراني انت واي حد من طرفك يا ام هشام.
طنط انشراح من اعز الناس على قلبي، ومن الناس اللي وشها حلو عليا. يمكن هو هي وكم بنت كده كانوا اول مجموعة ليا في ماي واي، وبتفائل بيهم جدا. ماشي يا حبيبتي، منوراني. المنتج اللي انا بعرضه يا ابو رؤى، ماي واي. تمام. بعرض منتجات ماي واي يا ابو رؤى. اتمنى بقى انك تعمل عضوية وتيجي معايا واضمك تحت كودي وتاخد منتجاتك الشخصية. بس زمان مها يعني ايه مظبطاكم، واقترحت على مها، بس هي برضو الفكرة مش واصلة لها. والله اللي يفهم ماي واي يفهم انها شركة والله مجتهدة وناجحة، ومنتجاتها جميلة ومضمونة، وكل التركيبات اللي بتتعمل فيها بيبقى متكلف عليها ومصروف عليها، وكل ماي شيف اللي فيها دكاترة المسؤولين عن الفينش الأخير. طبعا لو هي فيها اي خطوره ما بيدعموهاش او ما بيعتمدوهاش، وبيبتدوا ينزلوها السوق. يعني امان 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 من ناحيه اي حاجه للبشره، المستحضرات وكده، ومن ناحيه الماي شيف. فاحنا بجد والله العظيم عن تجربه شخصيه، مش عشان ان شاء الله. ماشي ان شاء الله يا برو. سلم لي على الحاج والحاجه كتير. ما تنساش يا براء تعمل لنا لايك على القناة وتعمل لنا اشتراك. خش على النت على قناة اليوتيوب، على موقع اليوتيوب، واكتب في البحث يوميات لارين. هظهر لك انا وفيديوهاتي. اعمل لي اشتراك واعمل لي لايك، وحط لي كومنت بقى عشان اطمن ان انت ايه عملت لي لايك وعملت لي اشتراك. عروستنا برنسس اسماء، ولا انت اخت العروسة؟ لا انت اخت العروسة، الدور عليك، ما بقيش الا انت. منوراني. استاذة ايمان منوراني. اب. تسلم لي يا غالي. تسلم لي يا ابو رؤى. ها عملت ولا لسه؟ طيب انا هقفل. انا هقفل ان شاء الله دلوقتي. تمام. وانتظروني بقى في لايف على اليوتيوب قريب جدا. كل الناس اللي حضرت اللايف النهارده بجد انا سعدت بلقائكم جدا، واتمنى الدعم يكون موصول ان شاء الله على قناة اليوتيوب برضو يوميات لارين. تمام. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروني ان شاء الله اللايف الجاي، وهيكون على اليوتيوب ان شاء الله، وهندردش مع بعض برضو بصوت عالي عن افكار جديدة، وتقترحوا عليا. يعني يا ريت الناس اللي داخله جديد دي تخش تعمل لي اشتراك على قناة يوميات لارين في اليوتيوب. تمام. ان شاء الله محتوى اللايف الجاي، انا اسعد والله يا حبيبتي. محتوى اللايف الجاي ان شاء الله هيبقى تقترحوا عليا مثلا نشتغل على ايه اكتر، على الوصفات والاكلات. وعايزه رايكم في الوصفات والاكلات اللي انا عملتها، ولو حد جرب حاجه يكتب لي برضو هو جربها وطلعت ناجحه معاه بنسبه قد ايه. ولو باي يا حبيبتي، باي.
ولو مثلا عندكم افكار جديده نفسكم انا اعملها، يعني انتوا اطلعوا قولوا لي مثلا اعمل لنا وصفه كذا، اتكلمي في الموضوع كذا، عايزين نناقش كذا. انا بحترم كل الافكار وبحترم كل الاراء، واتمنى يا رب تكونوا دايما معايا بصحه وسلامه جيده يا رب، وتكونوا دايما معايا كده في ظهري، وتدعموني الدعم الكامل لغايه ما اوصل للهدف اللي بتمناه. وانا سعيده بكم النهارده، ما اقولكمش انا سعيده بوجودكم، والكم الهائل اللي دخل لي على الخاص انا بشكره برضو، وهرد عليكم كلكم حالا. ما تروحوش في حته، انا هقفل اللايف وارد على الرسائل اللي على الخاص. يلا سلام عليكم، مع السلامه.